الرحمن الرحيم. اليوم طبقنا طبق حلو سهل وبسيط كتير. بدنا نسوي مع بعض كيكة على شكل رول بالبسكويت. طبعا بدي اعملها مثل مو شايفين. في عندي انا هون بسكويت، في عندي كوب من البسكويت الناعم. البسكويت اللي مستخدمته انا دايجستيف، اذا بتحبوا تستخدموا اي نوع تاني ما في اي مشكلة. في عندي هون معلقتين طعام من سكر البودرة، في عندي معلقتين طعام للكاكاو المر، كاكاو حامض طبعا اللي مستخدمته انا، في عندي نص علبة من قشطة بوك هون. طبعا هدول المكونات اللي انا حكيت عنهم، هن نص المكونات. اذا بدنا كيكة كاملة بدنا نستخدم ضعف هاي المكونات. يعني هون انا عاملة بهذا الطبق عاملة نص المكونات، فاذا نحن بحاجة يا كوبين من البسكويت ويا علبة بوك كاملة ويا 4 معالق طعام من السكر البودرة و4 معالق طعام من الكاكاو. فاذا عندي انا هون نص الكمية ساويتها قبل ما بلش بالفيديو، وهلا بدي اعمل نص الكمية الثانية كرمال نساوي الطريقة سوا. رح قيم هاي العجينة اللي ساويتها انا، فرجيكم طراوتها كيف بهذا الشكل. رح احطها بهي الزبدية كرمال المكونات الباقية ساويها بالوعاء الكبير. هلا بالبداية بنزل البسكويت والمواد كلها طبعا. هلا بايدي بدي معكم ساويهم على شكل عجينة. بدي دلق معكم حتى تصير عجينة متماسكة مثل العجينة اللي شفناها بالاول. هلا حصلنا على هي النتيجة اللي شايفينها. طبعا لاحظت العجينة الاولى اللي ساويتها انا فوق منها ومعطول مع بعض كرمال احصل على عجينة وحدة. هلا حصلنا على هي النتيجة وهي الطراوة مثل ما شايفينها. هلا بدي اتركها وانتقل للمرحلة اللي بعدها. في عندي هون وعاء، في عندي كيسين من الكريمة، في عندي هون بهذا الابريق عندي كوبين من الحليب. هلا بدي فضي الحليب والكريمة داخل الوعاء. بعدين بدي اضربهم مضرب الكهرباء حتى احصل على الكريمة. هلا الكريمة صارت جاهزة. حصلنا على هي النتيجة مثل ما شايفين. طبعا انا حطيت كيسين من الكريمة، كل كيس 75 جرام، الكيسين 150 جرام. هلا الكريمة بدي احطها انا بالبراد كرمال تتماسك. هلا انا هون حطيت ورق نايلون من نوع السميك، كتير مهم يكون سميك. بدي احط العجينة فوق منه. هلا بدي احط ورق نايلون كمان قطعة سميكة فوق منه بهذا الشكل. هلا بالبداية بدي انزلهم بايدي هيك، بعدين بواسطة شوبة بدي افردهم على شكل مستطيل. حاول يكون الجهات كلها متساوية. مثل ما ملاحظين هاي قطعة الخشب تبع الزبدة عم حاول سويهم على نفس مستوى مشان يطلع شكلهم حلو. هلا خلصت اول مرحلة يقلا، طلعت بهذا الشكل. هلا حجيب لي كريمة كرمال نحشيها كريمة. هلا حطيت لي كريمة عليها وبدي مد عليها بهذا الشكل. هلا بعد ما وزعنا الكريمة بهذا الشكل، هلا بدي لفها بشكل الفرول. طبعا النايلون بده يساعدني على اللفة بهذا الشكل. كل ما لف جهة بتنية بلف اللي بعدها هيك حتى اخلصها كلها. هلا لفيناها بهذا الشكل.
مثل ما شايفينه. هلا بدي زينها بالكريمه، بدي احط على وجهها كريمه كمان. بعد ما مديت الكريمه بهذا الشكل، انا تركتها بالبراد تقريبا 3 ساعات حتى الكريمه تتماسك مع بعضها كتير منيح. هلا بدي اقطعها لقطع متساوي. هلا بعد ما قطعتهم لقطع بهذا الشكل، بدي كمان زينهم. في حاطه هون انا كريمه بهذا الكيس الكريمه، زينهم شي بسيط بهذا الشكل. هلا الطبق الحلو تبعنا صار جاهز بهالشكل الحلو هاد. مثل ما لاحظتوا ما استخدمنا نار ابدا، وكتير سهل وبسيط وكتير طيب مع فنجان القهوه، وخاصه مع جمعاتنا الحلوه. بتمنى ينال اعجابكم. اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك واشترك بالقناه. بتمنى يشترك كرمال الاشياء الجديده توصلكم، وشكرا على المتابعه.